الله الرحمن الرحيم. أربعة أخطاء في أصول الفلسفة الإلهية وقع فيها أرسطو وغيره من الفلاسفة. يمكن واجد خينا شار خطأ لأصل فلسفة يكون بعصا إله تكن كو أرسطو كتير وان خطأ وخي أرسطو الفلسفة دني. وهنا نتعرض لبيان أربعة أخطاء أصلية متعلقة بصفات الله تعالى. نبدأ أمي بحث بكن أمي دين مش ببن يجي بيان شار خطأ أصلي على قوم صفات خدانة وقع فيها أرسطو وان خطأ أرسطو كريه وتلقاها عنه غيره وخين أرسطو جي قلتنا وجعلوها أصل فلسفتهم الإلهية. كنا أصل فلسفة هي إلهي وبنوا عليها ما سواها خيدي ويجي السري أفاكر. وهذه الأخطاء هي أخطاء ابن قولهم يجوي نوان إن الله تعالى موجب بالذات بنفعل باختيار حاشا خدا لا فاعل بالاختيار يعني موجب بذاته يعني نبخس ناوي أب عالم جي دركتيه يعني تشيبونا عالمي نبكي فوي جي بيش خصوصا خالق تياوي ياخستيه يعني تشيبونا. وقولهم إن الله تعالى علة العالم بين علته تدي علات معلوش علته تخلف ناكه يعني علات بسبب بيبي يعني علتها بمعلوم شيء بين وليس خالقا له بلا دك كيف اخو تشيك يعني قال بتشيك تشينك قال بتشينك نوت بين قال بتشينك مجبور يعني قال تشيبو. وقول بخدم العالم بين عالم قديمه. وهذه النتيجة لازمتهم عندما قالوا بالأولى ذات الوقت قوتهم خدام موجبة بذاته مجبور بين عالم قديمة يعني حبونا خضارة عالم هي معنوي معناه بعالم حبونا خضارة عالم هي وقت حبونا خضارة عالم هي خضار قديم به مجبور عالم جيجانة قديم به. تضطر للقول بالثاني والثالث إجا طابي جاء طابي يشبك أبيا قلت عالم قديم أجا مجبورنا قول الدوس ياجي يعني قلتنا أوه التي عالمية وعالم قديم. تمام. مم. يعني وقت قلت موجودة بذات مجبور بيشن عالم قديم أوه عالم قديم وقت قلت عالم قلت إجا وقت قلت أري مجبور يفطر القول الثانية والثالثة إنساني وثالثة جاتا أبي أنا يعني عالم قديمة الدواج يعني دبيع الأول التي عالمية وقت موجودات التي عالمية ذات يعني عالم يعني وهي مجبور عالم هذا يعني التي مجبور معلوم هذا. مم. يعني جان ناكل بيجي بلا يقول بالثانية والثالثة. Emanuel Odysseus, بديت شيء ja, wie ثلاث القضايا عند المقالة الأولى منها يضطر إلى القول باعتراف. ضغط شيء يعني هي بوا شيء كرنه. وهذه النتيجة عندما قالوا بالأولى فاضطر القول بالثالثة أيضا يعني قالوا بيجي ايش خذاتين وقت يقول لازم عندها عندما قالوا بالاولى تمزاتين الاولى يقول لكم مش بذات شو ذات عالم مجبور بيجن قديمه مجبور منها ادواج بيجن يعني بيجن علتي عالمي شوي قلتنا يعني ولاد كل بسانات يصالي سيد نجدي يعني تمام ورا واسطا قلت يعني قلت قلت نتيجويه. وقول من الواحد لا يصل عنه إلا الواحد أفجي خطأ وانا قلت واحد قال لك واحد جي كذبه يعني قال أصل يكبه وينجي بلا بد. فقد جعل هؤلاء الفلاسفة لأنفسهم الفعل الاختيارية والإرادة والقدرة. طبعا فلسفة أخرى تشيكرنا فعل اختياري إرادة وقدرتي يعني قلت لها مختارة إرادة ما هي قدرتها ما هي يعني بتوي معني وسلب خالقهما هاتين الصفتين اللتين هما من أخص صفات الله وش خالقه راكرنا سلب كرنا هذو الصفات أخص صفات إلهيتنا يعني يكون مثل اختيار وإرادة وقدرته. آه، القدرة المطلقة وإرادة المطلقة يعني أو مثلا أو هذه الصفات يكون أخص صفات إلهيتنا قدرة مطلقة وإرادة مطلقة. فأي إله هذا الذي يكون مضطرا غير مختار يعني شي إله يكون مضطر بونا مختار به يعني شو إله به يعني مجبور بشو إله لأنه مختار به لا في إرادته ولا في أفعاله. ندي إرادة خدانة فعل يقضى كما تقتضي أصول فلسفة الأرسطية شو أصول فلسفة وان لها تخاصم.
وأما قول الفلاسفة المشائين مشائية هي فلسفة الواحد لا يصل عنه إلا واحد يكذبه، فقد ترتب عليه نفي القدرة والإرادة المطلقين أيضا الأفجي يعني يعني وقع زور اللي يكذبه أفجي نفي قدرة وإرادة مطلق ترتب كسري، واضطر بناء على مجهول بناء سلبي وتأخذ إلى إثبات العقول العشرة وتعقول عشرة هي وهي محض خيالات أو أوهام فلسفية يصادر خيال كرنه يعني كحق عقول عشرة كرنه. لماذا وقع هؤلاء الفلاسفة مع باقية في هذه الأخطاء؟ شما ظن فلسفة كي أوجي يعني داهينة قويا شما كتبان خطأ، لأن العقل الإنساني عاجز في ميدان الإلهيات عن الإحاطة بالحقائق. شكل عقل إنساني عاجزة آلانا إلهيات دا جي حاطة بحقائق غير حقيقية شيء أوجي مخلوقة، والنفس الإنسانية طلعة، فأرادوا أن يقول شيئا في هذا الموضوع الجليل العظيم غير أن التوفيق خالف طبيعي جا نفس إنسان طلعة يعني وقت خاضت الشدر خورتي شو خاضت الشابيش، فأرادوا أن يقولوا شيئا فاستيقي بيجن في هذا الموضوع الجليل العظيم بيجي في القرنيان مزن يعني بمجارة مزن غير أن التوفيق خالف ما التوفيق وكوان نتشي يعني شكل ممكن. أهم أسباب الخطأ عند العقلاء أن نملي سبب خطأ الجمع عقل من ده، وأهم أسباب الخطأ عند العقلاء هو أمر واحد تشتكيه وهو التباس الظنيات والوهميات الكاذبة بالحقائق اليقينية، يعني قد تبدي هفتكن ظنيات ووهميات الدرو حقتي يقيني، فيتلقى العقل هذه الظنيات أي الوهميات على أدنى يقين، عقل جوار وان ظنيات أي وهميات صانت يقينية دكده، ويبني منها دليلا جا دليل وان شيء يستنتج منها النتيجة من النتيجة الباطلة نتيجة وان دخلت شيء باطل، والمقدمات الباطلة تنتج الحق أبد ذات مقدمة باطل نتيجة حق ناطق. هذا الالتباس هو الذي عرض لأرسطو وأضرابه. طبعا أم التباس أو ظهر بيج أرسطو وبنزليوين لما تعرضوا لهذه المباحث وطيكو دايمي شيفان قونيا بنا كتنا فان قونيا، فوقعوا في الأخطاء الجسيمة كتنا خطايا مثل حينما جردوا الخالق من أخص صفات الله وأهمها، وطيكو مجرد كنا خالقي أن أنمي الصفات الإلهي وأن خاصب يعني خاصب قضايا وهي الإرادة والقدرة المطلقتين بإرادة مطلقة وقدرة مطلقة، فوقعوا في ظلمات بعد فوق جاء كتنا تعليبوني وكسروان تعليبون هنا كتنا نعرف تعليبونه كتنا نرجع ليه. ومن الغريب أن الفلاسفة غريبة فلسفجي يدعون أنهم أهل البرهان، لبنهم أهل البرهان هنا يعني البرهان هو أوك يقيني فادتك لا أهل الخطابة والنظام قسم صنيات وخطابة وكجدال، ويزدلون غيرهم من الناس عبدارتك خير يخرج إنسانا ويقول عن رامي إنهم أهل الخطابة والجدل بيبان أهل خطاب أولا خطابتنا جدلنا تنقيسا لهم يعني وكيمتك جاء فنسألهم أين برهانهم؟ البرهان فرسنك برهانا والكره عند من هو أو برهان جامتية، وأنتم مختلفون في قضايا الله اختلافا شديدا مبخو اختلافك ما زنتك يعني قوى متب برهانتك أين ذهب برهانكم؟ كيف برهان تشكره؟ لقد غاب عنكم البرهان وأصولكم الأربعة التي جعلتموها قواعد لفلسفتكم مغالطات وقضايا كاذبة. إجا برهان وهندابية وكانت أصولكم الأربعة أصولها أربعة التي جعلتموها قواعد لفلسفتكم أو قواعد قاعدة فلسفة قريانة مغالطات يعني صفستنا دموغوجنا وقضايا كاذبة وقضايا دنو. وقد استمر هذا الحال في الفلسفة دوام كبير، وحتى الكثير من الفلاسفة المحدثين فلسفة نو يعني فلسفة جينو يأخذون بهذه الأخطاء أوجد كم ما أخطاء ويجعلون أصول النظريات أوجد كن جي أو يخرج تأوري يخرج كن أصل بانا إما تقليدا وإما جهلا يا تقليدا إبري يخرج كن يا جمزان. فالفلسفة إذن ليست منهجا عقلانيا سليما مأمون العاقبة، وليس فلسفة منهجك عقلانية وصالمة وعاقبته أمينة، بل هي خطيرة المآلات صون بتف تلكنا. وصدق من قال الفلسفة أكثرها سفه متفلسفة بريوي سفه يعني بعقلية يعني فا ولام وسين وفي تجمع دي برهر بريوي سين وفي وهي يعني وجي يعني أصلي وجواري شو كلمة يواري تماما. بس أصل الخطأ عند الفلاسفة أصل خطأ جنب فلاسفة شيء. الأصل الذي ورط الفلاسفة في أخطاء عظيمة في أصول فلسفتهم وأوقعهم في مخالفة الحق المطلق الذي هو الوحي الإلهي لأنبياء ورسله هو الأصل الذي هو أصدق ورط الفلاسفة يعني تيتش عمودي فلسفة جيا
ورث يعني قد تورث يعني كتشعمولي دمه يعني تجي مواقصية تشعمولي يعني مواقصية يعني شيء أصلك ورث الفلاسفة فلسفة أو كريه خصية يعني شيء في أخطاء عظيمة يعني وخصية أخطاء مزن في أصول فلسفة أصول فلسفة واندا ووقعهم في مخالفة الحق المطلق يعني وانكية مخالفة حق المطلق الذي هو وحي الإلهي أو حق المطلق وحي إلهية لأنبياء ورسول في خبري وراية جاء أو أصل وانكية في خطأ شيء وأن الفلاسفة قدماءهم محدثيهم فلسفة قدماءهم محدثيهم قدماء ومحدثيوان مع قول بأقسام الحكم العقلي الثلاثة على ما تقدم بأن تدرك والطوام أقسام حكم عقلي أو هرسي وما درباس كل دبيجين إذا القول بها من المعقولات لا يجوز لعقل مخالفته أف هرسي أو حكم عقل أف هرسي يعني يا واجبة يا محال به يا جائز به أبنها أحكام حكم عقل أبن شيء قولي فان أحكامه من المعقولات لا يجوز لعقل مخالفته عقلك إن كان مخالفة توابك تبليك بها أو كرنا تبليك بها قلتنا لكنهم إنما يأتي الدور عندهم إلى جزئيات أقسام الحكم العقلي وقت الصراطي الجمع يكي حكم عقلي يلتبس الأمر عليهم كثيرا جاقاش مش تأسلوها فيعدون الممكن الذي هو محال بحسب عادة الطرد محال العقلية أو ممكن يكون محال القراء عادة مضطرد تبيج محال عقلي حال محال عقلي أيديا محال عادتي مضطرد عقلي أيديا ويرون أن قدرة الله تعالى تتعلق به بقدرة خدا بخد أوير الناقرة يعني إيه أو محالة والقراء عادتي مضطرد محالة حالوكي وطي قضاء عادتي خراكي لا عقل المحالة ويعتقدون بناء على ذلك بناء سلبي اعتقاد كن تأثير الأسباب في مسبباتها تأتينا ذاتها بالأسباب لمسبباتها خدا ذاتي تأثير مثلا أجر شيء شوتينا أو بخود شوتينا فجعل الأسباب العادية شركاء الله تعالى في التأثير يعني الأسباب العادية كن أرتقي خدا تأثير يعني وقع خدا لا قاضي جيبانا بتأثير بالحال ممكن يعني أم ديفيجن أو جيب أو خدا بإرادة خدا وهذا داخل في مشمولات قوله تعالى بكذا بآياته وما أكثر بالله إلا وهم يشركون فالإيمان إمام قضانا إلا ارتقى شيء يعني إيماننا ما ارتقى شيء والسبب في ذلك سبب في أن الفلاسفة قدماء ومحدثيهم قدماء وانشي ومحدثي وانشي قد حددوا قدرة الله تعالى تأخذ الصندانيكي وأخرجوا من متعلقاتها كثيرا من الأمور الممكنة عقلا من متعلقاتها شو متعلقات قدرة درخستنا قال لك وان شيء ممكن عقلا ممكن يقول قدرة وانا حالبكي عقلا ممكن قدرة غيره بناء على توبي أنه من المحاط العقلي أو راب نوره ممكن أو تشيك ممكن عقلنا أو بنا محال عقلنا وهذا داخل في مشمولات قوله تعالى وما قدر الله حق قدره كما بني بآياته يعني قضى باشناس نكد فالمشكلة عند الفلاسفة مشكلة جنب الفلسفة هي اللبس بين المحال العادي والمحال العقلي التباسا بين الشيء عادة محالة والشيء عقلا محالة حيث عدوا كثيرا ما ممكن عقلا لكنه محال عادة قال لك عقلا ممكن أما وراء عادة محالين عدوه محالا عقليا خارج عن تعلق قضية لأنه وانا محال عقلي قبول كنا وقلت دربة تعلق قضية محال عقلي قضية خضق بيناتهم وانا شخص نجي قسم فهذا هو أصل خطأ أصل خطأ أبا متقدميهم يعني بدلش بيشوان متقدمي واجه ومتأخرين بريجي إيانش ومبني أخطائهم الفلسفية وهو مبنى أخطائهم الفلسفية ومبنى فلسفاتهم الخاطئة أصلي خطأ وانا فلسفي أبا ومبنى إكسالي بناء يعني وإيه فلسفة وانا خاطئة وللمعتزلة أيضا حظ من هذا النوع من الخطأ معتزلة رجل فاركيوان جبيت تشيت خطأ هي أو شيء هو السبب في وهو السبب في وقوع في عقائدهم التي خالفوا بها القرآن والسنة طب أو سببك بعقيدة خدا كثيرين كوت عقيدة ومخالفة القرآن والسنة وهذا هو السبب الذي حملوا على تأويل مجموعة الآيات القرآنية تأويلات غير صحيحة أب سببه فحملوا كسر تأويل جلك آياتها يعني مختارك آيات القرآن تأويلك إنه صحيح شنك وانجي محال عقلي ومحال عادي تأويل كده ورد كثير من الحالات المتفق على صحتها عندما تخالف أصول الفاصلة المبنية على هذا الأصل الفاصل ورد كرنا يعني حملوا كسر ردة قال لك حديث بتفاصل صحتها وانهي وقت مخالفة أصول وان فاصلة يكون يسمى في أصلي فاصلة يعني يكون تذهبون محال عقلي ومحال عادي أو قاس آخر دعوانا الحمد لله.